أيها الإخوة المباركون، فهذه ليلة شريفة هي ليلة الجمعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فرحم الله عبدا وجد في هذه الليلة متسعا لكثرة الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله عبدا بارك له في ليلته هذه وصبيحة غده فكان من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يرحم العبد إذا حلت عليه صلاة ربه جل وعلا. وحسب أحدكم رعاكم الله أن له بكل صلاة واحدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه عز وجل. ولو كان الأمر بالعكس لكان مغنما كبيرا والله. لو كان الأمر بالعكس بأن يكون لك بكل 10 صلوات على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة من ربك لكان مغنما كبيرا وكان فوزا عظيما، وكان فواته والله خسارة كبيرة فادحة أن يفوتك في مثل هذه الليلة الشريفة صلوات تحرك بها لسانك فيهتز لها قلبك ويحيا بها وجدانك وأنت تصلي وتسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر بالعكس لكان مغنما كبيرا بأنك كلما صليت 10 مرات نلت من ربك صلاة. أتدري ما صلاة ربك عليك رعاك الله؟ تدري ما معنى أن يصلي الله عليك؟ صلاة الله على عبده رحمته به، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملكوت الأعلى. من أنت عبد الله حتى يصلي عليك الله؟ من أنت؟ لست نبيا مرسلا ولا إماما من خاتم الأنبياء والمرسلين، لكنك عبد صالح تحب نبيك عليه الصلاة والسلام فتصلي وتسلم عليه فتنال من ربك صلاة بهذه الصلاة التي تصليها على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف والأمر بالعكس رعاك الله؟ لك بكل صلاة واحدة يجري بها لسانك على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 صلوات تتنزل عليك من ربك. تدري ما معنى هذا؟ أن لك ب10 صلوات 100 صلاة من ربك عليك. بالله عليك لو جلس أحدنا مجلسا كهذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيه سيرته وتعرض فيه شمائله فيقوم من هذا المجلس وقد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشرات ومئات المرات ثم اضرب ذلك في 10، فتقوم من هذا المجلس قد غمرتك رحمات ربك وصلوات ربك وحسن معاملة ربك لك لأنك صليت على نبيه عليه الصلاة والسلام. لتعلم عبد الله أن الله أكرمنا بنبي قد عظم الله شأنه وأعلى قدره وحبب فيه خلقه فأمرهم بالصلاة والسلام عليه وأوجب عليهم محبته عليه الصلاة والسلام وجعل الصلاة والسلام عليه طريقا إلى نيل صلاة ربنا سبحانه وتعالى. صلاة ربنا الرحمة التي تغشى العبد عن يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحت. صلاة الله على العبد تفريج الكربات وإزالة الهموم. صلاة الله على العبد رحمته التي تغشاه فتزول معه هموم الدنيا كلها. رحمة الله عز وجل إذا حلت بساحتك عبد الله فهنيئا لك أنعم حياة وأسعدها، وهنيئا لك أطيب عيش يعيشه العباد في ظل رحمة الله. رحمة الله تنال من أبواب كثيرة في الحياة. رحمة الله يجدها العبد في أبواب كثيرة يطرقها في هذه الحياة، لكن أعظمها وأكبرها وأبركها وأكثرها نيلا وفضلا وأجرا هي الرحمة التي يجدها العبد بصلاته وسلامه على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكم نحن في خير يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عبادة كهذه تنال بها ذلك الثواب العظيم، لا تكلفك طهارة ولا جهدا ولا مالا ولا استقبال قبلة، لا تحتاج إلا إلى شيء واحد فقط رعاك الله، تحتاج إلى قلب ينبض حبا للنبي عليه الصلاة والسلام فيتحرك لسانه بكثرة الصلاة والسلام عليه. كلما تذكر عظيم أخلاقه عظيم رحمته
عظيم شمائله، عظيم جهاده ودعوته، عظيم فدائه وتضحيته لأمته عليه الصلاة والسلام. فيتحرك قلب العبد حبا وشوقا وإيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فينطلق اللسان صلاة وسلاما على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله حياة مباركة تلك التي يملأها العبد بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وليلة، يجد فيها الخيرات والبركات. لو لم يكن فيها حفظك الله، لو لم يكن فيها إلا أن تذكر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال فلان يسلم عليك الساعة، كما ثبت في الحديث الذي صححه أهل العلم. من أنت حتى يكون لك من الشرف أن تذكر باسمك على لسان ملك ينقل سلامك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له فلان يسلم عليك الساعة. وفي الحديث الصحيح أيضا: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. بالله أي شرف يغمرك وأي شعور من الفخر والمباهاة يحيط بك وأنت تشعر كلما قلت مرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ذكر اسمك ونلت الشرف وحزت الفخر، وأنت يذكر اسمك بين يديه عليه الصلاة والسلام وفي حضرته ويرد عليك السلام، وتعيش كأنك صحابي من الصحابة الكرام، تلقي سلاما فيرد عليك السلام، وأنت بعد 1430 سنة وزيادة تأتي اليوم فتزور بيت الله الحرام وتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكرمك الله بعمرة وطواف وسعي وعبادة ودعاء وزيارة له عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجده، فتغنم مع ذلك كله أن يتحرك قلبك بصدق الانتماء لهذا الدين العظيم وصدق الفخر والاعتزاز بمبادئه وأحكامه وشرعته، فتزداد استمساكا بهذا الدين وعضا عليه بالنواجذ. أن يعيش أحدنا حياته قريبا من دينه، من كتاب ربه، من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تلك هي المنجاة من الفتن التي تغشى الناس اليوم، تلك هي المنجاة والعاصم الذي يلجأ إليه المؤمن الحريص على دينه وإيمانه في زمن كاليوم تعلو فيه أمواج الفتن والشبهات فتتخطف الناس وتغرقهم ذات اليمين وذات الشمال. يقول ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه والمعاني الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. يقول رحمه الله: ولهذا كانت صلاة أهل العلم عليه صلى الله عليه وسلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له، يعني أن يكون أحد من أهل العلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تختلف صلاته عن سائر العوام. لما؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كانت صلاة أهل العلم عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم، وأما أتباعه العارفون بسنته العاملون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. فرق كبير بين رجل يجلس في مجلس يحرك لسانه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليس له قصد إلا التعداد والبلوغ إلى عدد محدد، وأن يكون له من ذلك ورد يقوم به قد ظفر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين هذا الصنيع يا أحبة وبين آخر ما يحرك لسانه مرة بالصلاة والسلام عليه إلا بدفقة صادقة من الحب ينبض بها قلبه، ما يلفظ لسانه مرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إلا دمعت عينه شوقا إلى لقياه يوم القيامة، ما تحرك لسانه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلا اشتدت حسرته وأسفه على أنه لا يزال بينه وبين سنته فجوة ومتسع ينشد الوصول يوما إلى تحقيق الحياة الكاملة باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وأخيرا يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فإذا صدق العبد في ذلك
رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واستولت روحانيته على قلبه، فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير، اسمع، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. عندما يبلغ أحدنا هذا المبلغ في عنايته بهدي المصطفى وسنة المصطفى وسيرة المصطفى وشمائل المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، يبلغ ذلك المبلغ العظيم أن يعيش حياته كأنه رجل من أصحابه. ليس هناك إلا فارق واحد، أنه ما ظفر بصحبة الجسد، وإلا فالروح والقلب والسمع والأذن ودفق الخاطر وهوى القلب كله يعيش به زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعيش به صحبته، يرافقه في أنفاسه ويقظته ومنامه. أن يبلغ العبد هذا المبلغ العظيم يحتاج فيه أن يسلك سلوكا يتقرب فيه أكثر من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. في مجلس كهذا ونحن نتدارس شمائله عليه الصلاة والسلام ننشد الوصول إلى هذا، وننشد المحاولة للقرب أكثر فأكثر من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحركوا ألسنتكم وقلوبكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، والبحث عن المواقع التي تقود الواحد منا إلى اتباع صادق وإيمان كامل ومحبة وافرة لرسولنا عليه الصلاة والسلام.